عليكم، ازيكم يا بناتي؟ احلى بنات على اليوتيوب. معاكم ياسمين البحيري. النهارده ان شاء الله هوريكم مشترياتي من اللي هو السنتر ده. اسمه سنتر اخر فرصة 2.5 اسمه كده. العنوان بتاعه شارع 26 يوليو وسط البلد امام دار القضاء العالي. بتركبي لها لو من القاهرة، يعني بتركبي لها المترو وتنزلي محطة جمال عبد الناصر. طبعا انا بحكم ان انا عندي دورة تدريبية في التحرير في انور السادات، فخلصنا الدورة المحاضرة وعديت عليه، عجبني جدا ورحته تاني وجبت بقى شوية حاجات كده بسيطة. جبت مشط خشب دايما بيتقطم مني وبيتكسر مني، يعني هو بيقعد فترته وبتلاقيه اتقطم فجأة لان هو بيمتص الزيوت اللي في الشعر او المية وكده، بس طبعا هو اصح من البلاستيك. فجبت ده تقريبا عامل 7.5. وجبت دي اللي هي بتزيل شعر الوش دي ب7.5 برضو، بس انا الصراحة ندمت اني جبتها، يعني ما عجبتنيش ومؤلمة جدا يعني. مش عارفة، ما كانش ينفع ارجعها كمان، فمش حلوة يعني. ما انصحش حد الصراحة يجيبها، لو مستحملة الألم بقى انت حرة، حتى ما عرفتش استخدمها. وجبت دي بتاعة الرجل اللي هي مبرد الرجل ده، الوجهين هو اهي وجهين خشنة، دي عاملة 15. وجبت اللي هو التاتو بتاع الشفايف، دي عاملة 10. انا بلاقيه في اماكن كتير اغلى من كده، اكيد بيبقى الاصلي لان ده نوع عادي مش نوع اصلي ولا حاجة، بس انا جربته ومش بطال يعني. دايما تنقي منه اللون الغامق، لان اللون الغامق هو ده اللي بيديك لون مظبوط. لو نقيتي لون فاتح مش هيبان على الشفايف خالص، عشان هو بيتحط بيبقى غامق وتقشريه بيفتح لون. نقيت اغمق لون هناك اللي هو اللون ده كان ب10. وجبت اللي هو زي ما انتم شايفينه ده طبق السلطة بالمعالق بتاعته، معلقة ولا شوكة دي ومعلقة. ده عامل 35. الخامة بتاعته دي نازلة على فكرة موضة قوي، يعني نازل منها دورق كمان بطعمية. وانا كنت السنة اللي فاتت من المعرض الصيني جبت منه اللي هو ده، نفس الخامة اهي اللي هو طبق التسالي ده. يعني لاحظوا انا كمان بطلعه في الفيديوهات بحط فيه حاجات نفس الخامة دي. ده كان عامل تقريبا 15 جنيه، فدي كده عاملة 35. وجبت الماما منها عجبتها جدا، في منها بقى الوانات اللي حلوة بقى جدا، وكان نفسي الصراحة اجيبها اللي هي اللهلوبة اليدوية دي. استنى اطلعها لكم. بصوا هي صغنونة زي ما انتم شايفين كده، لونها بامبي. في منها اللون الاخضر اللي هو زي اللي على العلبة ده، بس هو سبحان الله الراجل طلعها لي لقاها بامبا، قلت له حلوة. فما شاء الله جميلة، وفيها فتحة من هنا عشان ادخل الحاجة، وهنا فيها 3 مستويات. مش عارفة بطيء ومتوسط وسريع حاجة كده يعني. دي عاملة 65. انا عايزه اقول لكم دي اول ما نزلت في الاسواق المصريه من سنتين كده كانت عامله 20 جنيه عشان تبقى وبعدين غلب بقت ب25، دلوقتي شوف ب65. في منها اللي هو بيبقى مفتوح من هنا كده، بس انا ما لقيتهاش هناك في سنتر شاهين او اللي هو اخر فرصه ده. بيبقى مفتوح من هنا ويبقى عليها بتاعت مبشره وحاجات، بس ما كانتش موجوده، بتبقى حاجه و80 فما فوق بقى. السلاح بتاعها برضو جميل ما شاء الله. فدي هتنجز معايا في رمضان، انا عندي اللي بالكهرباء بس دي هتنجز معايا كتير في رمضان. فدي كانت عامله 65. عشان افتكر بقول لكم اهو الاسعار عشان محدش يسالني عليها بقى في التعليقات، انا قايلها في الفيديو اهو. اوريكم برضو حاجات تانية. بصوا جبت الرولات دي، جبت منها 6. انا شفتها في سنتر شاهين ب10 جنيه الواحدة، بس انا جبتها من المعرض السوري اللي في حلوان. الصراحة هو كده يعتبر غالي، كانت عاملة 12.5، ومرضيش حتى ينزل معايا خالص. يعني انا واخدة 6 منه، انا واخدة 6 نفس النقشة دي عشان هوضب بيها جوه المطبخ وكده قبل رمضان ان شاء الله. فلقيتها في سنتر شاهين ب10 جنيه، فاتصدمت بقى صدمة كبرى. فاللي عايز يجيبها من اللي هو اخر فرصة 2.5 ده، ما تجيبيش من المعارض السورية دي، بيبقى اسعارها عالية، وكمان ما بيرضاش يفاصل معاكي مش عارفة ليه، لان هو اوريدي مأجر المكان اللي هو فيه بأسعار عالية، فتلاقيه مغلي عليكي. ف زي ما انتوا شايفين انا جبت منه 6، وجبت نفس النقشة يعني لهم نفس النقشة اهو. في حاجة تانية برضو جبتها، جبت برضو اللي هي المنظف بتاع الوجه ده، اللي هي اللي معاه فرشة
وده زي حجر خفاف، ودي سفنجة. نعمل برضو 65 برضو من المعرض السوري. الله اعلم بقى، هو بيتباع في مكان ارخص على النت، يعني شفته على النت ب50 حاجة و50 تقريبا من فترة، مش عارفة دلوقتي سعره كام. بس انا جبتها من هناك، وهي من هنا فيها حجارة كده وجربتها حلوة. ده وده حلوين، لكن الحجر الخفاف ده اي كلام يعني الصراحة، يعني مش حلو على رجل ولا على ايد حد. السفنجة والفرشة افضل واحدة فيهم. فدي عاملة 65. جبت برضو اللي هو الكيس الحلواني ده، هو رابر كده زي سيليكون، وشايفين البلابل بتاعته ما شاء الله كبيرة، ودي الغيارات بتاعته. عامل اهو 43، بس ده انا جايباه من حلوان عادي يعني، من محل ادوات منزلية. فده حلو بقى عايزة تعملي بيه عجينة الشو، تعملي بيه بلح الشام، حلو الصراحة يعني، خامته ما شاء الله جميلة. فقلت برضه هبقى اعمل بيه حاجات، لان انا اللي عندي مش زي ده كده بروفيشنال عريض، اصغر من كده، فمش حلو زي ده. جبت كمان ده اللي هو طقم الصواني اللي هما التلاتة جوا بعض، هفتحه لكم. هو يا بنات هو مربع ومدور دائري اهو، اللي هو بالطقم اللي بيفك ده ما كانش عندي الصراحة، انا ما كنتش متجوزة بيه. واللي هو القلب ده، ده عامل 125. وفي اماكن زي المعرض السوري، بس ده برضو جايباه من نفس المحل اللي هو بتاع قمع الحلويات ده. ده عامل 125. شفته في المعرض الصيني ده عامل 165 و175، يعني اسعار كده خيالية. ولو هو ملون من هنا من الجسم بتاعه بيبقى اغلى من اللي هو بيبقى سادة ده. فانا مش هيهمني اللون في حاجة يعني. نفس الطقم ده بالظبط وملون وعامل 150، يعني زيادة كمان 25 جنيه. ملهاش لازمة الصراحة. اخر حاجة بقى جبتها، بصوا جبت السجادة الوردة دي، هي عبارة عن وردة بس. جبت منها 2، هي الواحدة عاملة، كان قال لي 165، بس انا خدتها نزلت 10 جنيه يعني، فالواحدة عاملة 155. فانا جبت منها 2 في الصالة، عشان طبعا هستقبل ضيوف في رمضان وكده. فحلوة يعني، ما شاء الله خامتها حلوة، مش بطالة. تتباع كده وردة كده لوحدها، لذيذة وشيك، تنفع في الصالة، في الصالون، مكان تستقبلي فيه الضيوف. فدي كانت المشتريات بتاعتي، يا رب تكون عجبتكم. حاجات كده قبل رمضان هتنفعني في رمضان، زي الصواني ودي. وده كمان للمطبخ، طبق السلطة ده برضه هينفعني جدا في رمضان. يعني وحاجات، هي انا شارية الحاجات دي على بشكل منفصل يعني، بس جمعتها لكم كلها في فيديو واحد. يا رب تكون عجبتكم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.